طيب في الفيديو ده انا عايز اتكلم على حاجه يا رب تكون انت اوريدي بتفكر فيها، بس لو لا يكون الفيديو ده اتليست يخليك تفكر في حاجه زي كده. الحوار ده انا فكرت فيه من حوالي سنه، واللي حصل ان انا كان في حوارات في حياتي وكده، وفي اليوم دوت قعدت مثلا علشان انام 4 ساعات بفكر. بس انا بفكر في ايه بقى؟ بفكر في الحاجات، بفكر في كمية النعم اللي ربنا مديها لنا، وان احنا ممكن نكون مش بنستخدمها صح الى حد ما. زي ايه؟ انا مش بتكلم عن نعم اللي هي بقى فلوس وعربية والحاجات دي، بتكلم على انك تعرف تمشي، معاك ايديك، معاك انك مش بتفكر في انك هتاكل وتشرب ايه، انك بتتعلم. الحاجات دي كلها بحس ان هي مديانا كميه بوتنشال ابن لذينه، واحنا بنضيعه في ايه بقى؟ طبعا ايا كان مين بيضيع ايه في ايه، كوقت وكطاقه وككل حاجه. بس ده اللي انا قعدت افكر فيه في اليوم دوت. قعدت افكر في قد ايه ان ربنا، هو طبعا مش عايز اقول ان هو يعني واثق فينا او اي حاجه، يعني برضه من عباده في الاول وفي الاخر، بس هو ادانا نعمه، ادانا كده زي ما الناس بتقول. لو حد لو بنتكلم على جسمك، لو حد جه اداك عربيه فيراري كدي العربيه الوحيده اللي تستخدمها في حياتك، قد ايه هتحافظ عليها وهتعتني بيها ومش هتدوس عليها وتستخدمها صح وكل حاجه، ومش تمشي في حتت مثلا وحشه وكده. نفس الحاجه بقى بس مش في جسمك، في كل حاجه عامه. كل النعمه اللي هو مديها لك دي مدياك كميه بوتنشال لقدام. فاللي انا عايز اقوله ان احنا we made for so much more. روح الطفل اللي تبقى جواك، ان انت تكون عايز تكتشف الدنيا، وان انت تكون عاوز تكسبيرينس حاجات كتير to the fullest، فاهم؟ بتروح مع ان انت تبدا تركز في الباث اللي هي الدنيا رسمهولك، فاهم؟ الباث اللي هو بتخلص جامعه عشان تدور على شغل، تخلص يعني بعد ما ان شاء الله تلاقي شغل، تشوف بقى انك تتجوز، عايز تترقى، عايز بقى بيت اكبر، عربيه احلى. الباث دوت تقعد بقى في النص بقى تاخد راحه هنا، تكافئ نفسك بحاجه بسيطه، تلاقي الوقت جري. ودي من الحاجات الفوبيا اللي عندي انا شخصيا، فكره ان انت تتسحل في الوقت. فده السبب الحقيقي ان انا بدات يوتيوب. البوتنشال اللي انا كنت بتكلم عليه دلوقتي دوت، ازاي اصلا هستخدمه؟ انا زي ما بقول انا لسه بدرك، لسه بستوعب الفكره دي، بس هستخدمه ازاي بقى؟ هي دي الفكره الاساسيه بتاعت الشانل. انا كنت بتكلم على الشات في الاول، انا جت معايا ان انا 20 لما بدات ادرك الحوار دوت. بس ايا كان السن اللي انت فيه بتدركه وبتبدا تشتغل عليه على طول. فالفكره بقى ان انا امانج التايم مع الباث اللي اوريدي زي ما قلنا الدنيا حطاها لنا. حاجه من الحاجات اللي انا هركز فيها دلوقتي هي الروتين، ان انا اعمل لنفسي روتين ثابت، اعرف ادخل فيه كل الحاجات اللي انا عاوزها في حياتي، بلس ان انا امانج كل الحاجات دي. وتاني حاجه ممكن تكون جسمي طبعا، كاكسسوارز حاجات كده، طبعا ده برضه في روتين. والسكرين تايم، وده لاي حد زي في حوار السكرين تايم، هو ممكن يكون ما بين 6 ل 8 لو مش اكتر. ده يعني محتاجك تفكر معايا قد ايه وقت احنا بنضيعه، فاهم؟ انت بتتكلم في تقريبا تلت السنه، والتلت التاني انت نايم، فانت ده اكتر من 240 يوم من 300 وحاجه و60 يوم مضيعه، يا اما سكرين تايم يا اما نوم، في الاثنين. فدي حاجه من الحاجات برضه انا هركز فيها. وبس ممكن اخر حاجه طبعا اتكلم عليها، انك طبعا على طول تدعي الحوار اللي بيحصل في فلسطين، لاخواتنا في فلسطين، وبرضه تعرف ان دي نعم من النعم اللي احنا فيها في مصر. يعني انت مش عايش في حرب زي ما انت شايف دلوقتي الدنيا عامله ازاي. وطبعا
كتير قوي ستوريز، حتى كتير قوي ستوريز هتلاقيها في كل حته على ان انت بقى يعني تتبرع عامه. لو انت بقى مش عارف هتقعد تري بوست لحد امتى، طبعا دي حاجه مهمه انك تري بوست، بس طبعا التبرع وكل الحاجات دي وبس. وادعوا لهم بقى زي ما قلت صلاتكم وكل حاجه بس كده. عشان انت على فكره كان في لقطه كده، ولا دي كانتش حد حطيتهاش؟ مش فاكر محطوط. يا جماعه انا مع الفنان. على فكره انا بصور كل ده. ريكوردنج هنا، ريكوردنج هنا، ريكوردنج هنا، يلا.